يا أهلا وسهلا، حياكم الله. الدعاء سادة الكرام، الدعاء يرد القضاء حتى وإن أبرم إبراما، فنحن نجهل الدعاء في هذه الأيام الفضيلة وفي الأيام الأخرى كذلك، عندما تمر علينا ليالي عظيمة مثل ما هذه الليالي، لشهر رمضان خير من الأشهر كلها، لا ندعي الله سبحانه وتعالى. نحن نقرأ القرآن، نحن نصلي، نحن نصوم، نسبح، نستغفر. والمحور الأساسي الذي قد يجعل للدعاء أهمية كبيرة عند الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء، كما أمرنا بالصلاة، كما أمرنا بالصيام، كما أمرنا بالزكاة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء. فالله سبحانه وتعالى أمرنا في محكم كتابه، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر، يعني بصيغة الأمر أن ندعي. والله سبحانه وتعالى عندما يقول ادعوني أستجب لكم بصيغة الأمر، لماذا؟ ماذا يريد الله سبحانه وتعالى بدعائنا؟ هل ندعي لكي شيء يخص الله سبحانه وتعالى؟ نحن ندعي لشيء يخصنا نحن، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى من منطلق رحمته أمرنا بأن ندعيه لكي يغفر لنا، الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى أمرنا وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا. الله سبحانه وتعالى من منطلق رحمته وهو سمى نفسه الرحمن الرحيم يأمرنا بالدعاء لكي ندعيه لكي يغفر لنا خطايانا. في الأخير نختم بهذا الدعاء وهو دعاء الأنبياء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.